السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قبل ما أبدأ فيديو النهاردة بفكركم سريعا ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش اللايك، ده دعم منكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عمرو شاب بجد وجع كل أي حد أي حد عرف حكاية عمرو حزن عليه جدا جدا. الموضوع بدأ منين يا جماعة؟ عمرو هو شاب عنده 36 سنة، عمرو خاطب وهو وحيد على بنتين. جاله شوية تعب بسيط جدا، قال لوالدته لما رجع من الشغل أنا جسمي وجعني بس هرتاح شوية، ونزل الصيدلية اللي تحت بيتهم عشان ياخد حقنة للبرد. لما نزل تحت للدكتورة، هو عارف الدكتورة دي كويس جدا، وعلى كلام والدته ان هم عارفينها عشرة اديلهم 35 سنة. وبعد كده الدكتورة كتبت له على حقنة مضاد حيوي وحقنة للبرد. طلع فوق يعني مسافة، طلع فوق جاب الحقن من الصيدلية وخد الحقنة في بيتهم. عمرو لفظ أنفاسه الأخيرة وقال لمامته الحقوني الحقوني. في ثانيتها يا جماعة، في ثانيتها وفي لحظتها عمرو فارق الحياة. عمرو كان محضر التورتاية اللي رايح بيها لخطيبته، عمرو كان خلاص فرح وباقي عليه شهرين. ربنا يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويا رب يربط على قلب والدته. عمرو وحيد أمه وأبوه على بنتين. عمرو راح ضحية حقنة غلط، خد حقنة غلط، حقنة مضاد حيوي هي اللي عملت فيه كده. نفس حكاية البنتين اللي كانوا مع بعض برضه وتوفوا بسبب الحقنة. خلوا بالكم يا جماعة بالله عليكم.